بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. طبعا امبارح 29/5 بدات تتبعت رسائل بتاعه الاولويه ومين اللي داخل الاولويه ومين اللي خارج الاولويه لاعلان سكن 5. وطبعا في ناس ربنا كرمها ودخلت في الاولويه، وفي ناس طبعا يعني ما حصلش نصيب وخرجوا من الاولويه. طبعا العدد كبير جدا، احنا قلنا يمكن العدد اللي داخل اللي قدم حوالي 424,000 قصاد حوالي 80,000 وحده، يعني بتتكلم في حوالي 4 اضعاف. فطبيعي يبقى في عدد كبير خارج الاولويه، بس ده مش معناه ان الموضوع انتهى. لا، حضرتك ان شاء الله يوم 8/7 في اعلان نازل تكميلي للاعلان ده، يعني مفيش حد جديد هيخش. فاللي خارج الاولويه من الاعلان ده هيقدم ان شاء الله الاعلان اللي جاي، هيسحب الفلوس بتاعته. طبعا انا هقول دلوقتي التفاصيل كلها، اللي خارج يعمل ايه واللي داخل الاولويه يعمل ايه. فانا بقول لكم الاعلان بتاع 8/7 ده تكميلي مش اعلان جديد، يعني اللي خارج من الاولويه هنا هيبقى ليه الاولويه يقدم في الاعلان بتاع 8/7. تمام. هنتكلم دلوقتي اللي خارج الاولويه هيعمل ايه واللي داخل الاولويه هيعمل ايه، عشان يبقى فاهمين والناس عارفه خطواتها اللي جايه. انا كنت اقول لكم يا جماعه تابعوني عشان همشي معاكم خطوه خطوه بعد كل مرحله. الشقه دي مراحل، احنا خلصنا مرحله المنطبق، دخلنا مرحله الاولويات. اللي داخل الاولويه سيادتك هتنتظر رساله هتجيلك هيقول لك فيها هتبدا تدفع الاقساط الربع سنويه امتى. ده اللي داخل الاولويه، سواء بقى اللي تحت الانشاء هينتظر الرساله دي، اما الفوري فهينتظر المستعلم على طول. الاولويه اللي هو الفوري وداخل الاولويه ده مفيش اقساط ربع سنويه، انت يا دوبك اللي هيحصل ملفك هيتراجع، المستعلم هيكلمك، هينزل لك، هيشوف الدنيا فيها ايه ويقول لك ان شاء الله في خلال قد كده البنك هيكلمك عشان تتعاقد وتستلم. ده الفوري. اما اللي داخل الاولويه تحت الانشاء فسيادتك هتنتظر رساله هيجي لك فيها يقول لك تبدا تدفع اقساطك الربع سنويه من امتى. طبعا الرسائل اللي جت مش مكتوب فيها امتى هتدفع الاقساط، لسه في رساله ثانيه تيجي لحضرتك. ده بالنسبه لداخل الاولويه. تعالى بقى للعدد الاكبر اللي هو خارج الاولويه، هتعمل ايه معاك من تاريخ الرساله اللي هو امبارح لحد يوم 30/6 اللي جاي تسحب ال 30,000. هو الرساله مكتوب فيها كده وواضحه وصريحه، فمحدش يسال. الطبيعي انت ما تسالش، اقرا الرساله كويس هتلاقي مكتوب لك تسحب فلوسك ومعاك لحد يوم 30/6 تسحبها. ولو ما سحبتهاش في خلال الفتره دي مش هيبقى ليك اولويه في الاعلان بتاع 8/7 اللي هو التكميلي، اللي هو سكن 7 محدود الدخل التكميلي. تكميلي معناها ايه؟ يعني معناه ان ده مش اعلان جديد، يعني مفيش عدد جديد هيخش، لا هو نفس العدد اللي دخل في الاعلان ده اللي خرج منه هيخش في ده. مفيش حد من بره هيخش، عشان الناس ايه تبقى فاهمه. ولازم تسحب ال 30,000. طبعا في رسائل كتير جات لي، في ناس بتقول لي كده، في ناس بتقول نسيب الفلوس عشان نضمن ناخد شقه. ما فيش حاجه اسمها كده. الرساله جايه لك من الصندوق، الصندوق اللي بيقول لك يا فندم خد فلوسك. ما يجيش انا اقول لا يا عم انا هسيبها، ما هو اللي بيقول لك خدها. هو اللي بيقول لك يا فندم اتفضل خد فلوسك وتعالى يوم 8/7 قدم تاني، هتدفع بدل ال 30 50. طبعا الناس بتسال ليه هدفع 50 مش 30 تاني زي اللي فات؟ عشان الاعلان اللي جاي ده طبعا دي مبادره من السيد الرئيس، واتقال فيها طبعا من رئيس الوزراء اللي قال الكلام ده ان الاعلان اللي جاي ده مش هيبقى على 3 سنين، هيبقى اقل من 3 سنين. يعني الاعلان اللي فات كان تحت الانشاء 3 سنين، لا اللي جاي بنسبه 99% ان شاء الله هيبقى اقل من 3 سنين. ده طبقا للكلام اللي اتقال من مجلس الوزراء ومن الصندوق. الاعلان اللي جاي مش هيبقى 3 سنين، هيبقى اقل، خلي بالكم. تمام. هتسحب الفلوس، تنتظر يجي يوم 8/7 تدفع ال 50,000 ونشوف ايه اللي مطلوب عشان نخش في التكميلي. هل نفس الشروط هي ولا هيحصل تعديل ولا هيحصل اي كلام؟ هنشوف، مش هنسبق الاحداث. ما تستعجلش، لسه عندك شهر 6 كله تسحب الفلوس براحتك خالص، مفيش اي مشكله. تاخدهم تخليهم معاك، يجي يوم 8/7 هينزل الشروط، هنعرف تفاصيله كلها والمناطق والدنيا ايه، وهل احنا اللي قدم نفس اللي فات هيكمل عليه ولا اللي عايز يغير رغبه، اللي عايز يعمل حاجه تانية، اللي عايز يحول من فوري تحت الانشاء، اللي عايز يحول من تحت الانشاء لفوري. كل الكلام ده وكل تفاصيل الاعلان 8/7 هنعرفها لما ينزل الاعلان. محدش يستعجل ويقول هنعمل ايه وهنسوي ايه. لما ينزل الاعلان كل حاجه هتبان. هيبقى معاك شهر من 8/7 ل 8/8 تقدم في الاعلان التكميلي. كل اللي هتعمله دلوقتي في اي وقت سواء قبل العيد او بعد العيد معاك 6 كله تسحب ال 30,000 اجباري وليس اختياري، وتخلي الفلوس مع حضرتك وتنتظر 8/7. اللي حابب يكمل مع الصندوق يقدم، واللي مش حابب يكمل يسحب فلوسه ويشوف هو عايز يعمل ايه. خلاص الصندوق مش هيجبرك، بس الاولويه لمين؟ للي هيسحب فلوسه
قبل 30/6، وان شاء الله الاعلان اللي جاي هيبقى اكبر واحسن من اللي فات. هو اغلى بس ان شاء الله هيبقى اكبر واحسن وهيبقى اسرع. المده الزمنيه هتبقى اقل من الاعلان اللي فات، يعني بدل 3 ان شاء الله هيبقى اقل، وده كلام الدوله والصندوق مش كلامي. كده انا لخصت الناس اللي خارج الاولويه هيعمل ايه واللي داخل الاولويه هيعمل ايه. يا ريت يا جماعه نركز ونشير الفيديو عشان كله يسمع الموضوع. وهختم الفيديو بتاعي، لازم تسحب ال 30,000 بتوعك او تسحب جديه الحجز قبل 30/6 طبقا للرساله اللي قدامك. اقرا الرساله هتلاقي كاتب لك كده سحب الفلوس قبل 30/6 عشان يبقى ليك اولويه في اللي جاي. انت خد بالنا من الحته دي، عشان انا كل الاسئله اللي جايه لي احنا هنعمل ايه في اللي جاي، وليه اللي جاي 50، وهل الشروط هي ولا لا. الشروط هي ولا لا هنعرف لما يجي وقتها، لكن احنا بنتكلم في الوضع الحالي. اسحب فلوسك وانتظر. تمام. يا ريت الامور تكون واضحه. انا هسيب رقم تليفوني على الفيديو بعد، يعني هتلاقي رقم تليفوني عندك على الفيديو، ده عليه الواتساب بتاعي. ان شاء الله يوم 8/7 لما يجي تواصل معايا عشان نشوف انت حابب تعمل ايه وتكمل الخطوه بتاعتك. طبعا الناس اللي اوريدي معايا احنا مكملين مع بعض، اما الناس اللي هي ما اتعاملتش معايا قبل كده وحابه تتعامل معايا، رقم تليفوني هسيبه على الفيديو، بحيث لو حابب ان انت تعرف الاعلان التكميلي الدنيا هتمشي ازاي، تحت امرك تواصل معايا على الواتساب على مدار 24 ساعه هرد عليك. يعني استاذنكم يا جماعه بلاش فون، عشان انا الفون بيبقى صعب شويه. الواتساب انا كده برد على الناس كلها وقت ما بكون فاضي. ابعت رساله على الواتساب انت حابب تعمل ايه وتكمل ازاي. يوم 8/7 تواصل معايا وان شاء الله خير. ومعلش يا جماعه حظ اوفر للناس اللي ما دخلتش في الاولويه، عندك فرصه تانية، ما تيأس وكمل وان شاء الله ربنا هيكرمك. تحياتي ليكم. ده كان فيديو وضحت فيه اللي داخل الاولويه هيعمل ايه واللي خارج الاولويه هيعمل ايه. اشكركم وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. اشوفكم على خير.